صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. الحاجات دي يا ترى هنعمل بيها ايه؟ ده سمسم ودقيق وسوداني. الحاجات دي أكيد هنعمل بيها طحينة، ودي ضمن التحضيرات اللي أنا بجهزها للشهر الكريم. هنا معايا آه الكوب المعياري ده، لو مش عندك ممكن تستخدمي أي كوباية عادية. دي أول واحدة من السمسم، يعني احنا هنستخدم 2 سمسم، ودلوقتي هضيف واحدة دقيق. الطحينة غالية جدا، وكمان احنا بنستخدمها ليها استخدامات معانا كتير. والله لو عاملين فراخ مشوية لازم نعمل سلطة طحينة، لو عاملين سمك، للفول. فبالتالي انا لازم اكون مجهزاها عندي، لان طبعا احنا عارفين سعرها كام. انا في المكان اللي انا فيه الكيلو ممكن يكون ب100 او كمان ب110. طبعا لان كل مكان كل محل بيبيع بالسعر اللي هو عايزه، مفيش سعر محدد. فانا بدل ما الجأ لكده انا هعملها في البيت، وده اوفر كتير ليا، وكمان حاجة نظيفة انا عاملاها على ايدي. انا هنا ضفت 2 سمسم، وهنا واحدة كمان دقيق. تمام كده، نص المعيار. طيب يعني انا مش عايزة، خلاص بلاش منه، هنكتفي بالسمسم والدقيق. لكن السوداني بيديها طبعا قيمة غذائية اكتر، وكمان بيعزز من طعمها. انا هنا دلوقتي هغلف السمسم بالدقيق، علشان المطحنة بتاعة الخطي مش عايزاها تتأثر وتتعب. تمام كده. لو انا ما اخدتش الخطوة دي المطحنة هتتعب جدا معايا، وكمان مش هتستحمل ان انا اطحن السمسم. السمسم لما بيطحن بيكون مجهد جدا للخلاط عشان اوصل للنتيجة اللي انا عايزاها. لكن بتغليف الدقيق ليه لا، هيكون العملية اسرع، وكمان مش هيتعب سكينة الخلاط او الموتور نفسه. تمام كده، ما انا مش هوفر في حاجة ونبوظ حاجة تانية اكيد يعني. كده انا عشان ما اطولش عليكم، انا طحنت الكمية بتاعتي دي كده كويس قوي. انا عايزاها مطحونة، لو نعرف نخليها عجينة، لو نعرف نخليها زي الرملة المندية يعني اتهرت خالص، ده يكون احسن وهيديني نتيجة افضل. والحكمة من ان انا بجهز الحاجات دي دلوقتي، انا عايزة وقت كويس للعبادة طول الشهر الكريم. حتى لو انا خرجت، لو انا عايزة اصلي، لو انا عايزة اعمل اي حاجة، طبعا مش هضيع وقتي كله في الاكل. هنا انا ضفت كوباية ونص زيت. وفي ناس ممكن تقول طب ايه التوفير، الزيت غالي. لا، لو انا حسبتها هلاقيني هطلع كمية كويسة من الطحينة، وزي ما قلت لكم هي ليها استخدامات كتير معانا. هنا انا هبتدي انزل بجزء جزء كده، مش هنزل كل الكمية علشان برضو اعرف اطحنها كويس وامزج المكونات دي مع بعض واطلع بنتيجة كويسة. يا رب يكون التصوير واضح. هنا زي ما احنا شايفين كده هي خفيفة شوية، لان انا منزلتش بكل كمية السمسم المطحون. هبتدي كده اضيفها كلها عشان نوصل للنتيجة المطلوبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. يا رب دايما نكون بخير ونكون راضيين، ويمر علينا الشهر الكريم بخير وبزيادة وبفرحة لينا ولأولادنا. كده أنا خلصتها، وكان قوامها كويس قوي، وكانت النتيجة بالنسبة لي مرضية. كده أنا هفضيها كده، لازم تكون البرطمانات بتاعتي مغسولة كويس جدا ومتعقمة. وطبعا انتي لو نص الكمية دي كفاية بالنسبة لك، يبقى هتاخدي نص المقادير دي. لو انتي عايزة نفس الكمية دي هتستخدمي نفس المقادير دي. هنا التصوير جه بالعكس، بس يا رب تكون واضحة بالنسبة لكم الكمية اللي خرجت. دي كانت اول حاجة معانا، الطحينة. اول حاجة جهزتها ما خدتش وقت وادتني نتيجة كويسة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
هنا معايا تاني حاجة جهزتها برضو. انا كنت عملت معاكم السبع بهارات قبل كده، دلوقتي انا هعمل بهارات الفراخ. هنا معايا زر ورد، كبابة صيني، روزماري جاف، كزبرة، المسمار، كمون، فلفل اسود، حبهان. الحاجات دي اغلبها بهارات اللحمة، بس كان فاضل معانا جوزة الطيب عشان تبقى دي بهارات اللحمة، وهنشيل طبعا الروزماري. لكن احنا النهاردة بعمل بهارات الفراخ، فيبقى الحاجات دي مكونات بهارات الفراخ. المكونات الخشنة انا كده طحنتها كويس قوي برضو، بس فاضل ليها 3 حاجات تانية عشان تكمل بهارات الفراخ. بهارات الفراخ دايما بتبقى جيدة جدا وكويسة لما نعملها في البيت. وكمان البطل بتاعها الكاري والكركم والجنزبيل. هنا بقى انا بعد الحاجات اللي انا طحنتها في البداية هضيف معلقة كاري، معلقة طعام، ومعلقة جنزبيل برضو بودرة، ومعلقة كاري، يبقى كركم وكاري وجنزبيل. ده اللي بيفرق ما بين بهارات اللحمة او السبع بهارات وبهارات الفراخ: الكاري والكركم والجنزبيل، ال3 حاجات دول. كده انا هقلبهم كويس وهحتفظ بقى بيهم، هشيلهم في برطمان معقم برضو. عايزة والله تشيليهم في كيس، بس بعد ما يفوت كده وقت شوية، لان الطحن بيكون مخليها دافية شوية. فانتي عايزة تسيبيها كده شوية كده ربع ساعة، وبعدين ممكن تشيليها في كيس، والكيس ده تشيليه في الفريزر. على فكرة المعلومة دي مهم. لو عندك فريزر اللي هو الأدراج أو الديب الكبير، وعندك كمية بهارات، ممكن تشيليها في أكياس وتشيليه فيها، هتحتفظي بالكمية كلها لغاية آخر جزء فيها. ده كان لونها كده، لونها كان حلو قوي، وطبعا ريحتها كانت مالية البيت. تالت حاجة معايا العصير اللي أنا بفضله طول الشهر الكريم، أو الراعي الرسمي للعصاير كلها. ده كركديه، وده تمر هندي. التمر ده في منه مغلف وفيه الكور. طبعا كل واحد على حسب ما بيحب. أنا سبحان الله بحب الكور دي، مع إن في ناس كتير ما بتفضلهاش عريان أو بتتباع كده بالصورة دي، بس أنا كمان تنقعيها. انا كده زي ما انا وريتها لكم الصورة دي. عايزه تسيبيها شويه في ميه وتصفي ميتها وترجعي بعد كده تستخدميها، دي حاجه ترجع لك. بس حقيقي ده افضل كتير. عصير انا بفضله الاتنين مع بعض، بيدوا مزازه هايله جدا. حقيقي لو جربتوه هيعجبكم. ومن العناب اللي احنا بنشتريه من بره، اللي بيبقى فيه سكر، ده مش بيبقى حلو وطعمه مش بيبقى لطيف. وطبعا دي حاجة ترجع لكم. هو ايه اللي جاب السمسم تاني؟ دي جت كده بقى غلط. هنا بقى انا ابتديت رفعته على النار، وخد غلوة كده كويسة حوالي 7 8 دقايق. وهو لسه دافي المفروض نضيف له السكر ده طبعا حسب الرغبة، علشان السكر يدوب بسرعة وما نفضلش نقلب فيه كتير. عايزة تسيبيه لما يبرد خالص، دي حاجة ترجعلك. المهم ان هو بيتغلي على النار حوالي 5 7 دقايق كده كفاية قوي. وبعد كده بنزله يهدى شوية، اضيف له السكر على حسب ما انا عايزة تصفيه بقى كويس. وبعد كده تشيليه في علبة في الفريزر وتخرجيه قطع، وتبتدي تحطيها في الكوبايات وتزودي مية، من غير طبعا ما تزودي مية تاني. دي حاجة ترجعلك. عايزة على طول تخليه في دورق او في ازازة وتصبيه وقتها، برضو دي حاجة ترجعلك. كان لونه هايل جدا وطعمه جميل خالص. العصير ده بالنسبة لي افضل عصير طول الشهر الكريم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان سعيد مبارك عليكم، واتمنى تكون الوصفات بتاعة النهاردة عجبتكم واضحة بالنسبة لكم. يا رب دايما تكونوا بخير وصحة ومبسوطين، ويا رب يمر الشهر الكريم بكل خير وسعادة عليكم يا رب.